السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم أم رواد الطبخ والأشغال اليدوية. مرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. الوصفة ديال اليوم هي عبارة على جاتو كلاسي ولا حلوى للمناسبات السعيدة. نتمنى إن شاء الله تعجبكم بطريقة سهلة مبسطة واقتصادية بزاف بزاف، والمذاق ولا أروع، والمنظر كما كتشوفوا كيجي زوين ورائع. نتمنى إن شاء الله تجربوا الوصفة، ما غاديش تندموا، وغادي تردوا عليا في التعليق كيف غادي تجيكم. وعواشركم مبروكه ورمضان كريم، بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله يا ربي للجميع، والله يرزقنا واياكم القوه والصبر باش نقدروا على الصيام وعلى القيام، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب العالمين. لو غاطو من الداخل كيف ما كتشوفوه كيجي على هذا الشكل، 3 ديال الطبقات، وبين كل طبقه وطبقه كريمه زائد طبقه مقرمشه. كيجي زوين وكيجي رائع. وكما قلت لكم دائما معايا وصفات اقتصاديه وسهله بزاف وفي متناول الجميع، والمنيضر زوين والمذاق اكيد اجمل. نتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على الطريقه وعلى المكونات بالتفصيل. كاينين حليوات وحدين اخرين بكلاصاج مختلف، بمكونات مختلفه في القناه. كنتمنى انكم ترجعوا شويه، تهبطوا شويه في القناه، وغادي تلقاو وصفات اللي غادي تعجبكم وما غاديش تندموا اذا تساليتوا ضربتوا دويره عندي في القناه، حيت كاين بزاف ما غادي تشوفوا. غادي نبداو على بركه الله بالمقادير. المقادير ديال الجينواز: عندي 3 ديال حبه ديال البيض، رشه ملح. بالنسبه للسكر عبرت السكر على حسب البيض، عندي 3 حبات البيض، كل حبه البيض فيها 40 غرام، كنضربو 40 في 3 يعني 120 غرام ديال السكر حبيبات. ساشيه الفاني واحد الخماره، وعندي كما شفتوا هنايا تقريبا نص ربع ديال الماء ونص ربع ديال الزيت، تقريبا 3 المعالق ديال الزيت و3 المعالق ديال الماء. والدقيق حتى هو 120 غرام. اول حاجه غادي نبدا هي انني غادي نفصل صفار البيض على البياض باش نطلع البياض ديال البيض بوحدو، وعاد نطلع عاد نزيد المكونات يعني اللي بقاو ليا. كيف ما شفتوا هنا فصلت البياض ديال 3 بيضات على الصفر، خليت الصفر بوحدو في واحد زليفه. من بعد زدت رشه ديال الملح فقط، وغادي نطلع هاد البياض ديال البيض حتى يطلع مزيان. هنا خديت ساشيه الفاني وزدتها فوق سكر حبيبات. السكر ضروري يكون مغربل، يعني ضروري تغربلوه. وهنا من بعد ما طلع البياض كيف ما شفتوا ديال البيض، غادي نبقى نزيد السكر حبيبات دفعات يعني ملعقه حتى نكمل الكميه كامله. هنا غادي نزيد صفار البيض حتى هو ملعقه اولا صفار يعني بشويه بشويه. من بعد زدت الزيت، ومن بعد زدت الماء، حركت كل شيء. ومن بعد غادي نخويه في واحد الاناء اولا في لوبول باش نزيد المكونات اللي بقاو لي هما الدقيق والخماره. انا زدت الخماره هنايا فوق الدقيق، والدقيق ضروري يكون مغربل واحد 4 حتى ل5 المرات من قبل، ومن الاحسن تغربلوه معاه الخماره. ما تديوش عليا اول نهار ديال الصيام كيكون واحد شويه ماشي هو هذاك. هنا كيما كتشوفوا خلطت الدقيق من الفوق لتحت حتى نسجموا العناصر مزيان، ومن بعد خويته في واحد المول اللي على شكل قلب مغلف بالبابي كويسون، وغادي ندخلو الفران درجه حراره من التحت 180 فقط. الفران كان بارد في الاول، حطيت الجنواز عاد شعلته. من بعد فاش كيطلع الجنواز مزيان عاد كنشعل عليها من الفوق. هنا كيف ما كتشوفوا ما غاديش تطلع لينا جنواز عاليه حيت المول شويه كبير، القطر ديالو شي 23 سنتيم، وزائد 3 البيضات. وتبارك الله جات عاليه بالنسبه لي انا، هاد العلو مناسب بالنسبه ل3 البيضات، راه زوين. هنا من بعد ما خرجتهم من الفران غادي نخليها ليله كامله حتى لغد ليه. هنا لغد ليه خديت واحد الكريمه. انا اول مره غادي نستعمل هاد الكريمه والصراحه ما عجبتنيش. مولفه كنخدم بولالا كتطلع زوينه، هذه ما بغاتش كاع تطلع، ما خليت ما درت معاها يعني الاناء كان بارد، الكريمه بارده، الخلاط باش كنخدم بارد وما طلعتش مزيان، عذبتني شويه. مهم هولالا كيف كتبقى هي احسن من هذه سميتها يمكن هالطه ولا الطه بحال هكذا. هنا زدت ملعقه راس معلقه عفوا ديال نكهه الحامض للكريمه. يمكن لكم تزيدوا النكهات اللي بغيتوا، شكلاطي
المهم اللي بغيتو رجعوا شويه في القناه، ما تعكزوش، وغادي تلقاو عندي وصفات مختلفين. الطبق المقرمشه خديت هاد النوع ديال البسكوي، زدت عليه اللوز كونكاسي محمر، ما درتش الفويتين، ما درتش الشكلاط، يعني هذاك البسكوي راه فيه الشكلاط ديالو. هنا درت طبقه اولى وسقيتها مزيان بالسيرو اللي فيه كاس ديال السكر مع كاس ديال الماء مع قطع الحامض حتى كيغلي مزيان. كنطفيو عليه كنخليوه يبرد به باش كنسقيو هاد الجينواز. غادي نغلف الجوانب بالكريمه كيف ما كتشوفوا مزيان، وغادي ندير طبقه مقرمشه، وغادي نحط طبقه ديال الجينواز، وغادي نسقي اكيد مزيان عاوتاني، ومن بعد طبقه ديال الكريمه. هنا نسيت ما درتش الطبقه المقرمشه غادي نزيد نضيفها حتى الاخر. هنا فاش تفكرت وانا نزيدها هنايا فوق الجينواز، ومن بعد هنا درت الطبقه ديال الكريمه. يعني في المطبخ ضروري ما يوقعوا اخطاء، ضروري ما نساو، ضروري ما نسهاو على شي حوايج، ولكن كنعوضوهم. وهنا غادي نحاول نقاد داك الوجه مزيان بالكريمه، وكما كتشوفوا هاد الكريمه ما عجبتنيش، خفيفه، ومهم ما تقداتش ليا مزيان كيف ما كنت باغا. طلعتها للكونجيلاتور على الاقل ليله كامله مع هاد الكريمه اللي خفيفه، ليله كامله هي اللي غادي تنفع معها. هنا ندوز باش نوجدو الكلاصاج اللي هو عندي تقريبا كاس الربع ديال الحليب مع كاس ديال السكر، وكاس الربع ديال الماء، وملون ابيض، وثلاثه ورقات ديال الجيلاتين، وواحد 15 قطعه ديال الشكلاط هنايا بيض. وكذلك الشكلاط الكحل ما غاديش نستعمل منه بزاف، حيت غادي ندير كيما شفتوا الكاطو غير النص ديالو اللي غادي يكون بالكحل وماشي كله، غير الوجه. لهذا غادي ندير الكلاصاج كله بيض، وعاد من بعد نقسم باش نزيد الشكلاط الكحل وشويه ديال الكاكاو، نسيت ما قلتش لكم. وداك الملمع الملمع استعملته، لمعت به اللوز اللوز كونكاسي اللي زينت به، وداك الوريقات ديال الذهب للتزيين. هنا خديت الماء والسكر درتو فوق العافيه حتى يغلى مزيان. الماء والسكر عوضتو يعني يمكن لكم تعوضوه بالجليكوز الا كاين الجليكوز، ديروا 2 معالق كبار ديال الجليكوز مع كاس لارب ديال الماء. انا ما عنديش، درت كاس لارب ديال السكر تقريبا و كاس لارب ديال الماء، وخليتهم حتى غلى مزيان. وهنايا زدت شويه ديال الملون الابيض، ومن بعد زدت الحليب كاس لارب ديال الحليب اولا نص كاس، مهم فايت واحد شويه تقريبا كاس لارب ديال الحليب. يمكن لكم عاوتاني تعوضوه بالكريمه. وهنا انا دائما كنجيب لكم شي حاجه اللي اقتصاديه واللي كتكون عندكم في الدار. هنا درت 3 الورقات الجيلاتين بعد ما عصرتهم مزيان، وزدت الشكلاط الابيض. هنا هاد الشكلاط كان عندي شويه قديم في الدار، بحال ولا لونه صفر، بقيت كنزيد في الملون ابيض حتى حسيت داك اللون مهم ولا ابيض. قسمت واحد شويه كما شفتوا في الاول، خليته زدت عليه الشكلاط الكحل وشويه ديال بودره الكاكاو المر، وخلطت مزيان هاد العناصر، وغادي نمشي نميكسيهم، وعاد نرجع نحطهم في هاد الاناء، وغادي نغطيهم مزيان بسلوفان حتى يلامس السطح ديال هاد الكلاصاج، وغادي نحطو جانبا حتى يبرد. من بعد ما بردات، وصراحه ما برداش مزيان الكيكه ولا الكاطو ديالنا، غادي نديمو ليه كيف ما كتشوفوا، وغادي نحاول ليسي داك الجناب ما يبقاوش فيهم داك الحفيرات ولا ديك لاطراس ديال السلوفان اللي كنت دايره ليه. هنا كيف ما شفتوا الكريمه صراحه خفيفه بزاف، ما عجبتنيش، وما المهم ما يبساتش مزيان، حتى انا ما صبرتش عليه بزاف. هنا كنخوي الكلاصاج الابيض، ومن بعد النصف الاخر خويت فيه داك الكلاصاج اللي باللون الاسود. وغادي ناخذ واحد الملعقه، درت شويه ديال الناباج مع شويه ديال الملون الابيض، ودرتو هكا من الفوق. كيعطي هاد الشكل وهاد اللون، كيجي بحال خطوط ديال العنكبوت ولا شي حاجه بحال هكا، المهم كيجي زوين. بالنسبه للتزيين بسيط 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 الى اقصى الحدود. اللوز كونكاسي لونته بداك الملمع الذهبي، وغادي نزيد فوق منه وريقات هذوك ديال الذهب، وصافي. يعني هادشي اللي درت في التزيين، حيت الكيكه صراحه مزينه ما كتحتاج الجناب. درت شويه ديال اللوز كونكاسي محمر.
هادوك الوريقات كما قلت لكم درتهم هكا من الفوق، وخديت شويه ديال الملون، وخديت هذاك القلم باش كيتكتبوا فوق، باش كنكتبوا فوق لي كاطو ولا فوق العجينه ولا مهم. كتبت السميه ديال وليداتي بجوج، مروه وريان، في لو كاطو هكا. درت مروه الفوق ومن بعد غادي ندير من التحت هكا ريان كيف ما كتشوفوا. كنت بغيت نخليها هكا جات زوينه، المهم بانت لي هاد الوريضه ما عرفت نديرها، ما عرفت ما نديرهاش، المهم بقيت حيره معاكم. وفي اخر لحظه قلت علاش ما نديرهاش، غلفتها بالسلوفان داك الجنب التحتاني ودرتها هكا في الجنب، عطات هي منظر زوين ما بيهش. المهم ما ندمتش علاش حطيتها، المهم انا عجبتني. كنتمنى الكاطو ديال اليوم ينال اعجابكم، ما تنسونيش دائما بتشجيعاتكم المتواصله، بالتعليق ديالكم الزوينه، باقتراحات ديالكم الرائعه، وب المهم اي نقطه حطيتوها عندي في القناه راه كتفرحني. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وما تنسوش تردوا عليا في التعاليق. وما بقى لي غير نقول لكم عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله يا ربي، والرزق والتيسير والهنا وراحه البال وكل ما كتمناه. والله يصلح لكم وليداتكم اللي عندها الوليدات، اللي ما عندهاش الله يفرحها يا ربي باش ما كتمنى. والله ينجح الوليدات اللي كيقراو، والله يرزقنا يا ربي من حيث لا نحتسب. وكنتمنى هاد الوصفه تكون اجر ليا عند الله سبحانه وتعالى، وانكم تكونوا استفدتوا معايا وتجربوها ما تندموش. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.